إحنا في زمن السرعة، كل حاجة بقت سريعة، الضغط زاد والتوتر بقى جزء من حياتنا، بس هو فعلا لازم الحياة تكون كده؟ هي الراحة والهدوء بقى رفاهية ومش من حقنا؟ الحقيقة لأ، الراحة مش مجرد حظ أو ظرف، ديت حاجات إحنا بنختارها، عادات بسيطة لو مشينا عليها هنحس بفرق كبير. في حلقة النهاردة هنتكلم عن 8 حاجات ممكن تعملها علشان تعيش مرتاح وتبعد عن التوتر وتلاقي السلام النفسي اللي انت بتدور عليه. حاجات مش صعبة بس تأثيرها قوي وهتحس بيه مع الوقت. خد نفس عميق بقى وخلينا نبدأ مع بعض رحلة الراحة والهدوء. يلا بينا. في وسط دوشة الحياة اللي احنا عايشينها والشغل والمسؤولية اللي علينا والمشاكل اللي بتطلع من تحت الأرض، معظم الناس بتحس بضغط. بنحاول نلحق كل حاجة وبتحاول ترضي الناس كلها، وفي الآخر بتحس إنك مش مرتاح. هتحس بفرق كبير قوي لو طبقت شوية الكلام اللي أنا هقولهم لك دول. أكبر غلطة بنعملها يا أبو حميد إننا حاطين نفسنا تحت ضغط، سواء بقى في الشغل أو في البيت. في حياتنا اليومية مش لازم كل حاجة تبقى مثالية، مش لازم تعمل كل حاجة بنفسك. خد الأمور ببساطة واعرف إن الضغط الزيادة عمره ما هيخليك تعرف تنجز حاجة، ده بالعكس هيخليك تحس بقلة القيمة. كتير مننا بيحس اللي هو لازم يوافق على أي طلب من أي حد، سواء بقى في الشغل أو في الحياة الشخصية، وده بيخليك اللي انت مش عارف تحس إن انت بتتحكم في وقتك. الحقيقة يا أبو حميد إنك لما تقول لأ للحاجة اللي مش مناسبة ليك كأنك بالظبط بتقول نعم بس لراحتك. جرب تقول لأ، ساعتها هتحس بفرق. مش كل حاجة في الدنيا تستاهل إنك تستهلك وقتك، ركز على الحاجات اللي فعلا هتفرق معاك، سواء في شغلك أو في حياتك الشخصية. لما تبقى عارف إيه المهم وعارف كمان إيه اللي ممكن يتنسى، هتحس ساعتها براحتك النفسية وهتلاقي وقت تقعد فيه مع نفسك. في ناس في حياتنا وجودهم بيخلينا متوترين، بالبلدي كده بيمتصوا طاقتنا، بيخلونا حاسين بالضغط طول الوقت. لو تقدر تبعد عنهم إياك تتردد، ولو مضطر إنك تتعامل معاهم حاول تقلل احتكاكك بيهم وتحط حدود واضحة ما بينكم. راحتك النفسية تستاهل إنك تختار كل اللي حواليك بعناية. كل يوم لازم يكون عندك وقت لنفسك، حتى لو 10 دقايق بس، وقت بعيد عن الشغل، عن التلفزيون وعن الناس. اقعد في مكان هادي، اعمل اي حاجة انت بتحبها او حتى اقعد ساكت. المهم تدي نفسك فرصة انك تريح. الراحة مش بس نفسية، جسمك كمان محتاج راحة. النوم بيأثر على مودك وبيأثر على تركيزك وكمان بيأثر على صحتك الشخصية. بطل تسهر بدون سبب، حاول تنام عدد ساعات كافي. مهما كان عندك مشاكل أكيد في حاجات حلوة في حياتك، بس إحنا للأسف بنركز على الحاجات الناقصة وده بيخلينا حاسين دايما بعدم الرضا. جرب كل يوم تكتب 3 حاجات حصلت لك حلوة في يومك، أو حتى تفكر فيها قبل ما تنام. ساعتها راحتك النفسية هتتحسن شوية بشوية. الجسم والعقل مرتبطين ببعض، لو جسمك تعبان نفسيتك كمان هتتعب. مش لازم تروح جيم عشان تبني جسمك، مشي في اليوم نص ساعة مثلا هتفرق معاك قوي وتقلل التوتر. خليك عارف يا ابو حميد ان راحتك النفسية مش بس فلوس، ولا الدنيا كمان بتبقى ماشية زي ما انت عايز. الراحة الحقيقية انك تبقى متصالح مع نفسك، راضي عن حياتك، عارف ازاي تتعامل مع اي ظروف حواليك بذكاء وبهدوء. لو ركزت على الحاجات اللي انا قلتها لك هتلاقي نفسك بتعيش اهدى، مش بتتوتر على الفاضي. خدها واحدة واحدة ومع الوقت هتحس بفرق. قول لي بقى في الكومنتات ايه اكتر حاجة من اللي انا قلتها محتاج ان انت تشتغل عليها علشان تعيش مرتاح. ولو شايف ان الفيديو ده فادك ما تبخلش عليا بلايك وشير الفيديو على قد ما تقدر، واشوفك في فيديو جديد قريب. وخليك فاكر ان الراحة قرار وانت اللي بتختار تعيش مرتاح.